ما هو الهدف؟ الهدف شوف ديجا هذا الجع ما نقول ما نجمش نحبش نسميه هذايا. هذا ديجا ضرب الاستقرار تاع فريق نهضة بركان اللي كان في طريق صحيح، كان يمشي باش يلعب يعني كوب دافريك ويسقم الفريق هذا. حتى المدرب التونسي اللي راهو معاهم ما عجبوش الحال يوسف، ما عجبوش الحال باش نقولها لك. ضرب فريق باكمله من اجل زعزعه يعني الجزائر. الجزائر ما تزعزعش، الجزائر شادين في الله. وما يقول لك الخريطه كنا عاملينها من قبل، كيف ترد على هذا؟ انا ما عمري ما شفت هذه الخريطه، اول مره. يعني عينوها مباشره. هذه الخريطه لم نشاهدها في كاس العالم وفي كاس افريقيا. لو كان يعني شافنا كيفاش نشوفوها الا في بلدنا. انت صحفي، انت كاميرامان يا اخي، كيفاش ما تخرجش هذيك الخريطه سواء في كاس العالم اقيمت بقطر او في كاس افريقيا الاخيره؟ التوحيد بيناتنا، حنا نتاكلوا في بعضنا، لكن اللي يلحق لينا كما قال السيد الرئيس يخلص. انا نشوف هذا الباب نشوفه من الباب الواسع. احنا ناس غايرين منا. لماذا؟ لانه نحن الشعب الوحيد او الدوله الوحيده هي اللي واقفه مع الشعب الفلسطيني، وهذا الشيء اللي خلى هذو الناس الفاسدين والفاسقين واللي ما عندهمش اصل لحقنا كما يقولوا وقت حبوا يفجروها، لكن الجزائر ليس بسهل باش دنا ليها. ما تقدرش تلحق الجزائر، سواء احنا ماشي في دمائنا ولات في عروقنا خلاص. احنا الناس اللي عندهم اصل وعندهم شجاعه ما يخافوش. الجزائريه خط احمر. ان شاء الله ما تزيدش تلعب كاع البالون، نلعبوا غير بيناتنا، ما نلعبوش كاع في الاوروب ولا في افريقيا ولا في اي بلد كان. يا خلاص يوسف ليس من اصل المسلم. هذا انا اشوفه زمن الرداءه يوسف، زمن الرداءه. لما تشوف يعني واحد يتحكم في شعب كما هذا، شعب شقيق كما المغرب، يتحكم فيه يهودي، انا ما نقول مهلوس يعني، وزاد جاينا لقجع وزاد جاب موتسيبي. يا نيلسون مانديلا، والله يا زمان. يعني باش نقول لك تعدى حدوده وما يقدرش يتكلم لأن عليه أشياء مخفية في المغرب. راهو خايف من الشيء هذا. يفضحوه المغاربة. نعم. يفضحوه لأنه ما عندهمش دين لا أصل لا ملة. يفضحوه. نعم. تحدث على موتسيبي. على موتسيبي. طيب، هل من الأرجح ربما تشوف بأنه من الظلم لو اتحاد العاصمة لا تعلن كفائة؟ أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا العاجل. كشفت مصادر مطلعة من بيت الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن الرفض الذي أرسلته المحكمة الرياضية يتعلق بالقضية الاستعجالية المرفوعة الأسبوع الماضي. الفاف والتي كانت قد طالبت بإيقاف المنافسة الإفريقية قبل مباراة العودة بين اتحاد الجزائر ونهضة بركان المغربي. الفاف كانت تدرك أن طلبها سيقابل بالرفض لأن المراسلة تمت في نهاية الأسبوع ولا يمكن للمحكمة أن تعالج القضية بتلك السرعة. طلب الفاف كان مناورة من محامي الدفاع للضغط على المحكمة الرياضية الدولية حتى تعالج الموضوع بدقة وتنصف الجزائر وممثلها فريق اتحاد الجزائر في حكمها. قضية اتحاد الجزائر ونهضة بركان المغربي كما انفردنا به الأمس في قناة الجزائر تيوب الإلكترونية لم يفصل فيه ولا زالت مستمرة على مستوى المحكمة الرياضية الدولية والكاف والطاس أمهلت الكاف إلى غاية 3 من ماي للرد على المراسلة التي أرسلتها لها بالأمس والتي تتضمن فحواها في تفسير القرارات التي اتخذتها اتجاه اتحاد الجزائر باعتباره منهزما ذهابا وإيابا. بهذا انتهى العاجل. أنه الشيء الأكيد أنه بجانب القانوني أن القانون في صالح اتحاد العاصمة، لأن كل قول التي سنت فيما يخص هذا النزاع الذي تم طرحه من طرف فريق نهضة بركان حول القميص حول الخريطة الوهمية، فهذا متنافي مع القوانين الخاصة بالاتحاد الدولي. ولذلك فإن المراسلة الأخيرة التي بعثها الطاس إلى الكاف الذي يستفسر فيها حول هل هذا القميص أو الخريطة الوهمية أو القميص الذي تم حمل
في الخريطة الوهمية. هل هذا هو معتمد لديكم نعم أم لا؟ فهذا دليل جدي على أنه الأساس الذي سوف يبني عليه الطاس قراره، وهو هل الكاف تعتمد فعلا هذا القميص الذي يحمل الخريطة الوهمية نعم أم لا؟ والإجابة أكيد أن الكاف سوف ترد بالسلب وتقول بأن هذا القميص الذي تم صنعه خصيصا لهذه المقابلة فهو قميص غير معتمد، وأن حتى الخريطة التي تم وضع القميص فهو غير معتمد، ولذلك القانون سيكون في صالح توضيحا مع مهلة 3 أيام بشأن شكوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم بشأن اعتماد قميص يحمل شعار سياسيا. لا تزال القضية مستمرة، هذا اللي يتقال في الإعلام الجزائري. في المقابل الطرف المغربي يقول أنه لجنة الأندية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم أنهت اجتماعها اليوم هذا 1 مايو 2024 بخصوص النظر في مباراة إياب الدور قبل النهائي من منافسات كأس الكاف بين نهضة بركان واتحاد العاصمة، والتي أصدرت القرارات التالية: خسارة فريق اتحاد العاصمة ب3 أهداف دون مقابل، إحالة الملف على لجنة الانضباط لاتخاذ الإجراءات التأديبية الإضافية المحتملة، وقد صدق على هذا القرار بإجماع أعضاء اللجنة. هذه لجنة الأندية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وليد صادي كان يحكي على المحكمة الرياضية التاس، دونك المسلسل متواصل ونستناه، والحقيقة فيه ممكن بيان رسمي من التاس. عبد الستار والله العظيم وضعية محيرة، ولا تنجم تقول هذا عنده الحق للآخر عنده الحق. هذه قضية سياسية، معناها خريطة فيها الصحراء ما فيهاش، احنا كرياضيين دخلنا معناها تيم موريتانيا قد ما دخلنيش اليوم الاول كانت داخله في الموضوع، قلت لنا ما بيناتكم معناها احنا كرياضيين والله لا عندنا بوينت فيو، احنا اللي مقلقنا. ماذا بينا راهو صار المباراه ذهاب واياب وتلعبت على الميدان. اليوم فما فريق ربحته الكاف معناها قال الاخر على الاوراق، الاتحاد الجزائري عامل معناها اعتراض واستئناف ولا تعقيب للتاس. وضعيه محيره اليوم. اسكو التاس باش ترجع تعاود تقول لك العب المباراه، باش تبدل لك الكالندري كامله نتاع الكاف؟ الحقيقه انا استبعد انه التاس باش تغير نتيجه المباراه، معناها باش تقعد. ممكن حتى كان فما عقوبات صاروا على الاتحاد الجزائري ولا الفريق الجزائري، ممكن التاس ينجم يقلل من العقوبات. اما بالنسبه للنتيجه ما نتصورش كان باش يصير تغيير للنتيجه. دوماج للكره العربيه، دوماج لي نحن كشمال افريقيا، وان شاء الله هالازمه هذه تقف وما تزيدش تكبر اكبر، لانه احنا الحقيقه لازم نضيع تعديات ولرياضات اخرى، منافسات بين البلدين. انك شفت في كره اليد فما انسحاب، كره النسائيه خساره ان شاء الله ما تاثرش على اللاعبين، على عقود اللاعبين، على برشا حاجات. الحقيقه انه ما كانتش معناتها صحيح موجوده عندها دوبوي اكستون معناها الازمه هذه، وما كانتش تاثر على الجانب الرياضي، ما كانتش تاثر معناها على دخول وخروج المغاربه ولا الجزائريه. ان شاء الله اليوم معناها يصير معناها الحقيقه حل جذري سورتو على المستوى الرياضي، لانه السياسه ما تهمناش. هل تعليقي تعرفوا يمين انا في امور سياسيه ما عندي حتى دخل في الحكايه هذوما، نحن نحكيو رياضه. اما حرام معناتها نحن شقاء مغرب وجزائر دوبوي اكس طون يلعبوا ضد بعضهم. الحقيقه المشاكل هذه خويا سياسه خويا، خطاونا منها خويا، بعدونا منها خويا، خلينا الرياضه كره القدم سيبونا من خريطه ومن واحد هذوما كل. وان شاء الله خويا فما عباد تدخل بالحسنى ترجع علاقات كما قبل ان شاء الله. وشكون باش يدخل بالحسنى وشكون باش يتوسط؟ المفروض معناها دول قريبة من البلدين، يعني مثلا تونس تلعب دور الوساطة، لكن القضية معقدة جدا أصبحت. أنا بالله حتى نلقاو نفضوا مشكلتنا نتاع الفيدراسيون بالله. بالله العظيم نلقاو رئيس جامعة. بالله العظيم تقول ديسانيمي واحد يتفرج والله العظيم. أنا نداء بركة قيس سعيد راهو الحقيقة لازم هو يدخل في الحكاية هذه بالحقيقة. راهو الحقيقة قديم مرة قائمة وتنحى وبالتالي لا عاد وقتها يولي التداخل السياسي في الرياضة والفيفا تجمد النشاط. الكاميرون عينة النخب
عاد في الكاميرون الامور خارجه عن السيطره. بالحقيقه شو يعمل؟ يجي يحط رئيس؟ الحقيقه خاطر شنو معنا ماتش ضد غينيا السويه اخي، انتم ماخذين كل شيء بالسير. قريب الماتش غينيا السويه عطي على الكوت ديفوار شارجي. اي خويا شنو المشاكل هذوما؟ وحرب منا وكومنتاريات منا وواحد خويا. انا نتصور انه خلينا خويا معناها المباراه قريبه برشا، سيقع اعتماد ممكن او التعويل على الاطار الفني الحالي. منتصر الوحيش انيس البوسعادي. انا ما قلتش على الاطار الفني، انا ما قلتش على الاطار الفني يا خويا. نلقاو حل لكورتنا خويا. زاد شنو الى متى احنا ماشيين حتى لو الامور الماديه للجامعه تاعبه برشا خالد راهو الى حد الان. وليه هذوما المقدمين رواحهم للانتخابات يخموا كان في رواحهم قاعدين واحد يشاكي والاخر شاكي. ما شوفوا ان تيران دونتون الناس الكل خويا. خلينا نكملوا فيما يخص المغرب والتحكيم. مديريه التحكيم في المغرب تنصف الجيش الملكي عبد الستار بما انه المديريه تؤكد انه السوابي مدافع الجيش الملكي كان يستحق بطاقه صفراء وليس الطرد ضد حسنيه اكادير. اوضحت مديريه التحكيم انه هذه الحاله كانت عباره عن هجمه واعده بالرغم من وجود اغلب اعتبارات الفرصه السانحه، الا ان الشرط المتعلق بعدد المدافعين ومواقعهم هو الذي كان محط خلاف نظرا لتواجد مدافع اخر للجيش قريب من الكره وكانت لديه إمكانية الالتحاق بمهاجم الحسنية ومنافسته على الكرة. القرار الأرجح هو احتساب ركلة حرة مباشرة مع إنذار وليس إقصاء كما حصل في المباراة، وقرار الحقيقة غير وأثر على نتيجة المباراة. وانا نقول لك انه عكس مديريه التحكيم المغربيه، لا حتى الورقه الصفراء ما تستحقهاش ولا يوجد خطأ وما فماش احتكاك وما فما حد شيء وما يسحق حتى شيء. اللقطه ذيك ممكن كان ما نقولش يعطي تمويه، لا مش تمويه، لكن طاحوا ما فما لا فما لا كفران لا فما لا صفرة لا فما حمراء لا فما حد شيء. دونك هذا انا عكس المديريه، هي لطفتها شويه المديريه سوا ديزون تريث في الاجواء. انا انصح مديريه التحكيم بالاستنجاد بحكام اجانب في المغرب لاكمال 3 جولات الاخرانيين باش ما عادش يصيروا نفس الاخطاء هذوما. وشنو باش ينفع البلاغ هذايا اللي عملته مديريه التحكيم الجيش الملكي ما ينفع بحد شيء. على الاقل فما شفافيه. اي شفافيه وقت اللي تجيني انت بعد تقولي نعطيه الحكم 5/10، ايش نعمل به؟ نعطيته 5/10 ولا عاقبته وانت بعد ما هو خسرني، بعد ما هو يخسرني في بطوله ويخسرني في تعب نتاع موسم كامل. جيب حكام اجانب مازالوا 3 جورني. صارت مشكله في المغرب تاع تحكيم البريود اللي فاتت. اليوم معناها اون سيتياسيون معناها فلاغرونت اللي صارت معناها الحقيقه. بدل خويا يعطيهم 3 ماتشات الاخرانيين حكام اجانب للجيش الملكي للرجاء والناس الكل تاخذ حقها في الميدان. مع خالد ممكن اقتراح عبد الستار الاستنجاد بحكام اجانب لاكمال الموسم في انت صارت مشاكل في التحكيم حكينا عليها قبل في المغرب صحيح ونحن حكينا عليها وقلنا راهو مع انت يلزم المغرب باش تتنظم كاس العالم باش تنظم كاس افريقيا معناتها يلزم تلقى الحل للمشاكل التحكيميه كيما تونس معناتها عندها مشاكل تحكيميه تحب ولا ما تحبش. انا مع عبد الستار بقاو 3 جولات يجيبوا تحكيم اجنبي وتقص النزاع معناتها تقص المشاكل هذوما الكل. تحكيم اجنبي يتكلف بقاو 3 جولات يتكلف وما يتكلفش. المغرب ما عنديش فلوس باش تنظم لك كاس العالم باش تنظم كاس افريقيا وتجيب حكام من دول مجاوره. الحكام موريتانيين مثلا ما شاء الله عليهم. المفيد اجنبي المفيد اجنبي. الجزائريين ما نعرفش ينجموا يجيبوا ولا لا في الازمه هذه الحاليه، لكن المغرب عنده العلاقات طبعا في كامل. ما ينجمش حكم تونسي. حكمتوا شكون حكام توانسه قيرات يعجبوك انت تو في الفتره الحاليه؟ هيثم قيرات يعجبني. صادق سالمي يعجبني. شكون اخر؟ زيد سميل. امير لوصيف اللي مشد اليوم ماتش رجاء صفاقس به الحقيقه. اللي دار زاد مقابله النادي الافريقي والنجم الساحلي. الحقيقه الحقيقه مشى مريقل على الاخر. الحقيقه بالنسبه لي انا مشى به. الجيش الملكي اللي خسر 3 نقاط الحقيقه في صراع الفوز بالبطوله. الجيش الملكي تنتظر مباراه صعبه غدوه معين ونبي بركان ديربي تونس ديربي تونسي وجيش على البطوله. بركان معناها قاعد يقدم في مستوى معناتها ممتاز راهو في البطوله مع معين. غير كليا وجه بركان من اللي مشى معين ومالغري الضغوط اللي صاروا عليه وكالاستفزازات، لكن معين وراه معناها القيمه الفنيه العاليه نتاعو حتى على مستوى معناها
الكوره كي تتفرج في بركان فما كوره معناها نتاع حتى معين الفريق قبل معين كان يلعب في الكوره العاليه كان جو ديريكت مع معين حتى الكوره اللوطه ولات فما فريق فرحانين بيه برشا فرحانين بيه لانه ورى معناها علو كعبه معين في الواحد. ما ننساوش نبي زاد كيف اللي يقدم في مستوى عالي معناها مع الجيش يكونفيرم معناها من ماتش لماتش. ما ننساوش كيف فما مساعد معاه خليل بن يوسف ومساعد نتاع معين حمام لمف خليل بن يوسف اشتغل في النادي البنزرتي الملعب التونسي نادي الامارات في السعوديه عداله الباطن عديد النادي الافريقي كيف اشتغل خليل بن يوسف عنده معناها سي في كبير برشا خليل كمساعد. دونك اليوم مع نصر الدين النابي كان فاز معاه بالبطوله في تنزانيا مع يانج افريكانز معناها اليوم معاه في المغرب قاعدين يقدموا في مستوى عالي. احنا نتمناو معناها تصير مباراة باهية لكن ماذا بينا نبي يربح خاطر ما يعملش باش بها معين 3 بوان نبي 3 بوان باش يهز بها البطولة ومعين باش يربح باش يعمل بهم 3 بوان. بون جانا ما يسمعكش معين انا اش قلت لك انا عملت لك مقدمة طويلة وعريضة قلت لك ان شاء الله يعمل ماتش كبير معين ما يفوز نبي. كيفاش ترى حظوظ ممكن الجيش الملكي في مواجهه نهضه بركان؟ شوف الفريق اللي عنيد على جميع المستويات. الحقيقه لونسومبل نتاع العام كله الحقيقه ناصر الدين النابي يستحق البطوله. اوكي معين مع عبد الستار معين بدل كومبليتمون ستيل دو جو نتاع نهضه بركان. الحقيقه نشوف التعاليق والعباد والجماهير لنهضه بركان فرحانه برشا بالمدرب ومش من فراغ راهو معين باش يهز لك دو تشامبيونز ليغ معناتها رجي معناتها مدرب ولا يعرف ايش يعمل وعنده افكار وعنده معناتها عنده كيفاش يقولوا تراديسيون في الكوره ويعرف تقاليده. دونك ان شاء الله يتعدى ماتش كبير وانا قلت لك ان شاء الله شكون يربح معين صاحبي وخويا ان شاء الله نصر الدين النابي زاد يهز الشامبيون الحقيقه. نتمنى الحظ السعيد طبعا لكل المدربين التوانسه ويسعدنا لو نصر الدين النابي يفوز بلقب البطوله يتفوق على الرجاء في صراعه مع هذا الفريق العريق والجيش الملكي. والرجاء يظل فيها معد بدني تونسي يظل عمر ونيس في الرجاء هكا ولا لا؟ انت الناطق الرسمي باسم المدربين التوانسه المتغربين. ما ننساوش خاطر حكينا على معين وعلى الاطار الفني وحكينا على ما ننساوش الرجاء فيها معناتها عمر ونيس معد بدني يظل بتاع الرجاء. انا حاسس انه العام الجاي مش باش نلقى حتى واحد فيكم كلكم بون بارس ليت هذاك قاعد حذايا كلكم مش تدربوا حتى الكابتن يوري باش يرجع للتدريب ولو انه خذ قرار بمغادره عالم التدريب. عشان نحكيو على خبر الحقيقه موجع للرياضه التونسيه يخص الوكاله الوطنيه لمكافحه المنشطات.